السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله هحل معاكم اسئله على المنهج كله. النهارده باذن الله هنحل مع بعض 100 سؤال MCQ. الاسئله دي هتكون شامله محاضرات المنهج كله. طيب ايه المحاضرات اللي علينا؟ احنا هنحل اسئله على 4 محاضرات او 4 شباتر. عندنا اول شابتر الكارديو فاسكولار سيستم او CVS، وهنحل اسئله على الاندوكراين، وهنحل اسئله على شابتر الرينال، وهنحل اسئله على شابتر الريسبيراتوري. تمام. فالنهارده ان شاء الله يعني هتكون محاضره حل مهمه فوق ما تتخيل. ليه؟ لاني هبدا اشرح لك كل سؤال، وكل سؤال هشرحه لك هبدا اطلع لك منه افكار مشابهه، هبدا اقول لك الاسئله اللي شبه السؤال ده اللي ممكن تسالك كمان. وان شاء الله يعني هتطلع مستفيد جدا من المحاضره دي او من المراجعه دي. فكل اللي انا عايزه منك انك تركز معايا بس. حاول انك تطبع ورق الاسئله ده، او مش مهم تطبعه لو انت ما بتحبش الورق، ممكن تشوفه PDF. بس المهم انك يعني ايه تتابع معايا، واي ملحوظه انا بقول لك عليها حاول تزودها عندك. تمام. فيلا بينا بسم الله. اول سؤال او اول شابتر هنبدا بيه عامه شابتر الكارديو فاسكولار سيستم، تمام، او CVS. اول سؤال بيقول لك which structure determines the normal heart rhythm because it has the highest rate of spontaneous depolarization. يعني ايه السؤال ده؟ بيقول لك انهي structure اللي بيحدد النورمال هارت ريزم، يعني اللي بيحدد الريتم الطبيعي للقلب. تمام. يعني ايه الريتم الطبيعي للقلب؟ يعني القلب بتاعك بينبض بمعدل تقريبا كده 70 نبضه في الدقيقه، او بنسميها 70 بيت بير مينت. تمام. مين بقى اللي بيحدد ال 70 بيت بير مينت دي؟ مين اللي بيحدد النورمال ريتم ده؟ وخلي بالك مش 70 بيت وخلاص، ده 70 بيت بير مينت وحاجه بتكون بنسميها انها ريثميك. يعني ايه ريثميك؟ يعني منتظمه. طيب مين بقى اللي بيحدد ضربات القلب او عدد ضربات القلب بتاعتنا؟ في عندك حاجه بنسميها منظمه الايقاع، او بنسميها البيس ميكر اوف ذا هارت. يعني ايه البيس ميكر؟ يعني منظمه الايقاع. البيس ميكر بتاعتنا حاجه اسمها الساينو اتريال نود او SA نود. يبقى SA نود هي دي منظمه الايقاع او البيس ميكر بتاعت القلب، دي اللي بتطلع الكهرباء بتاعت القلب اللي بتكهرب قلبك بحيث ان هو ينقبض. تمام. طيب تعالى بالمره اشرح لك الكهرباء بتاعت القلب. تمام. في عندك اول حاجه SA نود. طيب بعد كده بيبدا الكهرباء دي يطلع سلك يكهرب الرايت اتريوم، وبعد كده سلك يكهرب الليفت اتريوم. طيب بعد كده بيطلع عندك سلك مهم جدا يوصلك لحد تاني عقده عندنا او تاني نود بنسميها ال AV نود. بتتسمى ال AV نود. يعني ايه AV نود؟ AV نود هي الاتريو فنتريكولار نود، يعني النود اللي بتفصل ما بين الاتريوم اللي فوق وما بين الفنتريكل اللي تحت، اسمها الاي في نود. تمام. بتفصل ما بين الاتريوم والفنتريكل. طيب ايه لازمه الاي في نود دي؟ لازمتها حاجه مهمه جدا، انها بيحصل فيها ديلي. دي من المميزات بتاعتها ان بيحصل فيها ديلي للاشاره. يعني ايه ديلي؟ يعني تاخير. يعني ببساطه ان انت قلبك عشان ينقبض محتاج ان التو اتريوم ينقبضوا مع بعض، فلما ينقبضوا الدم ينزل لتحت للفنتريكل، بعد كده الفنتريكل يتملي بالدم. بعد كده خد بالك بقى من النقطه دي، ان لما الاتريوم ينقبض الفنتريكل يكون مستريح. يعني لما الاتريوم، خد بالك من النقطه دي عشان مهمه جدا، الاتريوم لما يكون كونتراكتد الفنتريكل لازم يكون ريلاكسد. ليه بقى؟ لان الاتريوم لما ينقبض الدم هينزل للفنتريكل، والفنتريكل علشان يتملي بالدم لازم يكون مستريح، لازم يكون ريلاكسد. عشان كده لما الاتريوم ينقبض يكون الفنتريكل ريلاكسد. طيب ايه اللي اصلا اللي بيخلي الاثنين ما ينقبضوش في نفس الوقت؟ يعني ايه اللي بيخلي الاتريوم ينقبض بعد كده الفنتريكل ينقبض؟ هي وجود الايفي نود دي مهمه جدا، علشان بتاخر الاشاره، وبالتالي التو اتريوم ينقبضوا، بعد كده الاشاره تتاخر شويه، بعد كده تكهرب التو فنتريكلز، وبالتالي التو فنتريكلز ينقبضوا. تمام. طيب يبقى تكمله للاشارات الكهربيه، انت بعد كده عندك الاي في نود، بعد الاي في نود عندك حاجه اسمها الباندل اوف هيس، بعد كده الرايت باندل برانش والليفت باندل برانش، وفي الاخر حاجه اسمها البركنجي فايبرز. بركنجي فايبرز اللي هي عامله كده. البركنجي فايبرز عليها برضو سؤال، اسمها بيركنجي فايبرز. البركنجي فايبرز دي هي الفاستست كوندكشن، الفاستست سبيد اوف كوندكشن، يعني دي اسرع اشاره كهربيه بتحصل في البركنجي فايبرز. يبقى انا دلوقتي قلت لك على 3 اسئله. اول سؤال البيس ميكر بتاعتك هي الاس نود، ثاني سؤال ان اللي بيحصل ديلي في الاي في نود، ثالث سؤال ان الفاستست كوندكشن هو البركنجي فايبرز. ان شاء الله يعني دول سؤال باذن الله هيكون في الامتحان. تمام. طيب
نقرا سوا. اول سؤال بيقول لك الاستراكشر اللي هو مسؤول عن الريتميك الريتم بتاع القلب وليه الهايست ريت اوف سبونتينيوس ديبولاريزيشن. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني هو اللي فيه اسرع عدد نبضات. خد بالك البيس ميكر او الاي سي نود هي فيها اسرع عدد اسرع هارت ريت. تمام، اسرع هارت ريت موجود في الاي سي نود بيوصل لحد 100 بيت بير مينت. بس طبعا قلبك بيدق بمعدل ابطا من كده شويه، قلبك ما يدقش بمعدل 100، قلبك بيدق بمعدل 70. ولكن ليه بيدق بمعدل 70؟ بسبب ان في عصب اسمه الفيجاس، العصب الحائر او الفيجاس بيبدا يبطئ ضربات القلب لانه تبع الجهاز الباراسمبثاوي. معلش ده خارج تفاصيل كتيره، بس ايه عشان اربط لك الدنيا بعضها. يبقى انت الاس اي نود هي هين عليها تشغل قلبك معدل 100، ولكن قلبك بيدق معدل 70 بسبب وجود الجهاز الباراسمبثاوي بيبدا يقلل شغل القلب. طيب، فاصبح ان الاس ان او دي هي ليها الهايست كوندكشن الهايست ريت اوف امبلس، يعني اسرع عدد نبضات. فالاجابه ببساطه في السؤال ده ان اللي بتحدد النورمال ريزم والهايست سبونتينيوس ديبولاريزيشن هي الساينو اتريال نود او الاس ان نود. يبقى الاجابه تبقى بي، الساينو اتريال نود. تمام. طيب بعد كده if SA node fails the heart rate mostly likely to maintain at which rate. يعني لو الاس نود دي باظت، حد بقى حصل له مشكله في الاس نود دي باظت، ضربات قلبه هتوصل لمعدل كام؟ تمام. ضربات قلبه الطبيعي زي ما قلت لك ان الاس نود هي الاسرع حاجه خالص. لو الاس نود دي باظت هيبدا هيشتغل بعدها الاي في نود تشتغل كبيس ميكر، يعني تشتغل هي نفسها كبيس ميكر. ولكن خد بالك الاي في نود بتشتغل بمعدل اقل، بتشتغل بمعدل من 45 ل 60 بيت بير مينت. يبقى الاجابه من 45 ل 60. ده الكوندكشن او عدد الامبلس اللي تقدر تطلعها تخلي قلبك يشتغل بمعدل من 45 ل 60. اما الاس اي نود بتقدر انها تشغلك بمعدل يعني من 60 لحد 100. فهي ممكن تديك لحد 100 نبض، ولكن في الاغلب بتلاقي قلبك شغال بمعدل 70، ده في المتوسط يعني. تمام، بسبب زي ما قلت لك الجهاز الباراسمبثاوي. تمام. طيب او الفيجاس. طيب فما علينا. يبقى انت دلوقتي عشان تعرف في الاسئله، لو انا قلت لك دلوقتي الاس اي نود الفايرنج ريت بتاعها كام؟ من 60 ل 100. طب الاي في نود الفايرنج ريت من 45 ل 60. تمام عشان الاسئله. طيب فاصبح دلوقتي تاني سؤال من 45 ل 60 ده هيكون المينتنانس بسبب لو الاس اي نوت باظت هيكون 45 ل 60، وانت عارف ليه؟ بسبب ان الاس اي نوت هتبوظ وبالتالي هيشتغل عندك الاي في نوت، هتبقى هي الاساسيه عندك في القلب. تمام. طيب السؤال الثالث the delay in impulse transmission between atria and ventricle occurs mainly at the A. بيقول لك التاخير بتاع الاشاره، تمام، بتاع نقل الاشاره ما بين الاتريا والفنتريكل بيحصل بسبب ايه؟ مش انا قلت لك من شويه ان الاتريا والفنتريكل ما بينقبضوش في نفس الوقت، بيكون في تاخير بسبب وجود الاي في نود. يبقى الموضوع في الاول لما رسمته لك اصبح الموضوع بالنسبه لنا الحمد لله سهل، فالاجابه تبقى اي في نود. تمام، الاي في نود. بعد كده which property of cardiac muscle allows impulse generated in the SA node to spread rapidly throughout the myocardium. ايه الخاصيه اللي بتخلي الكهرباء اللي طلعت من الاس اي نود انها تنتشر بسرعه وتروح للمايكارديوم؟ يعني ايه؟ يعني الكهرباء طلعت من المكان ده من الاس اي نود، ايه الخاصيه اللي بتخليها توصل سلوك كهرباء وتبدا تنقل الكهرباء دي وتوصل لكل حته في القلب تخليه يتكهرب؟ الموضوع ده ببساطه خاصيه في القلب بنسميها الكوندكتيفيتي، يعني نقل الاشاره الكهربيه. الكوندكتيفيتي هو قدره القلب ان هو ينقل الامبلس اللي طلعت من الاس اي نود. تمام، فهي اسمها الكوندكتيفيتي. يبقى الاجابه هتبقى بي، الكوندكتيفيتي، يعني نقل الاشاره. بعد كده جاب جانكشنز in the cardiac muscle primarily allow the passage of ايه؟ الجاب جانكشنز دي كانت مهمتها انها بتسمح بين ان خلايا القلب. الجاب جانكشن هوريها لك بالشكل ده. تخيل معايا كده ان دي خلايا الكاردياك ماسل، دي عضله القلب، ده جزء عضله القلب. تخيل يعني ده العضله نفسها. العضله بتتميز بتاعه القلب بحاجه مهمه جدا، ان لو انت عندك دي عضله، جزء من العضله مثلا دي ماسل فايبر، وده ماسل فايبر، وده ماسل فايبر، بيتميز ان هم متصلين ببعض عن طريق قنوات كده بتوصل الماسل فايبرز ببعضها. القنوات دي اسمها الجاب جانكشن.
طيب ايه اللي بيمثل الجاب جانكشن دي؟ دي اللي بتسمح ان الاشاره الكهربائيه تنتقل من خليه لخليه بسرعه فائقه، بسرعه رهيبه، تمام؟ بسبب وجود الجاب جانكشنز، بسبب انها تسمح بمرور الايونات، بسبب انها تسمح بمرور الايونز او الايونات ما بين الخلايا بسرعه فائقه، تمام؟ فالجاب جانكشنز بتاعت الكاردياك ماسل برايمري allows the passage of، هل بتعدي بروتينز؟ لا مش ده الهدف، ولا هرمونات ولا انزيمات، الهدف انها بتعدي ايونز، بتعدي ايونات. طيب في حته مهمه، ممكن يسالك يقول لك ايه لازمه برضه الجاب جانكشن دي؟ دي بتسمح ان القلب العضله بتاعته تنقبض كوحده واحده. يعني ايه؟ يعني تسمح ان التو فنتريكلز دول مثلا ينقبضوا كوحده واحده، والتو اتريوم ينقبضوا كوحده واحده، لان النقل فيهم بيكون سريع جدا، وبالتالي بنسميها حاجه اسمها فانكشنال سينسيتيوم. فانكشنال سينسيتيوم يعني ايه؟ يعني ان التو فنتريكلز دول لما ينقبضوا كوحده واحده. ليه ينقبضوا كوحده واحده؟ لان الاثنين وصل لهم كهرباء سريعه جدا، تمام؟ وفي نفس الوقت الخلايا بتكون ما بينها الجاب جانكشنز دي، او الانتركاليتد ديسك والجاب جانكشن، الجاب جانكشنز، وبالتالي بيخلي نقل الاشاره سريع جدا، وبالتالي بيعمل لك حاجه اسمها سينسيتيوم، تمام؟ طيب ده برده ممكن سؤال ينزل لك. بعد كده سؤال رقم 6. The plateau phase of cardiac action potential is essential for A. طب يا شباب، علشان الجزئيه دي بيتسال عليها اسئله كتير قوي، هشرح لك الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال اللي بيحصل في الكاردياك ماسل، في الكاردياك ماسل سيل، يعني في الخليه العضليه بتاعه القلب. لان خد بالك انا في عندي نوعين من الاكشن بوتنشال، في عندي الاكشن بوتنشال بتاع الاس اي نود، وده مختلف عن الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل سيل، ولكن اكتر حاجه بتسال في الاسئله هو الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل سيل بيكون شكله عامل ازاي. بص مبدئيا ده شكل الرسمه، ولكن طبعا الرسمه دلوقتي هتبقى صعبه شويه، فانا الاول لازم اشرح لك شويه حاجات اساسيه في الاكشن بوتنشال علشان يبقى بالنسبه لك الرسمه دي سهله. اول حاجه تكون عارفها ان في عندنا حاجه اسمها الريستنج ممبرين بوتنشال. الريستنج ممبرين بوتنشال يعني الشحنات اللي جوه الخليه دي، اللي جوه خليه القلب، عامله ازاي في حاله الراحه. الطبيعي انها بتكون سالبه، بتكون قيمتها نيجاتيف 90 او سالب 90. ده قيمه الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع القلب، تمام؟ او بتاعه الكاردياك ماسل سيل يعني، تمام؟ طيب ليه اصلا بتكون بالسالب؟ بتكون بالسالب لان انت بيكون في عندك علاقه ما بين نوعين من الايونات. ايون اسمه ايون البوتاسيوم، تمام؟ باختصار خالص ايون البوتاسيوم، خلينا اسمها لك كله مختلف، ايون البوتاسيوم وايون الصوديوم، تمام؟ الطبيعي ان الصوديوم موجود بره الخليه، الصوديوم موجود اكسترا سيلولر، والبوتاسيوم موجود انترا سيلولر، تمام؟ يبقى انت دلوقتي طبيعي خالص ان الخليه جواها بوتاسيوم بالشكل ده وفي صوديوم بره، تمام؟ طيب اللي بيحصل ايه في الاكشن بوتنشال؟ اللي بيحصل في الاكشن بوتنشال ان تبدا قنوات الصوديوم تفتح. لما قناه الصوديوم تفتح يبدا يخش الصوديوم ده لجوه، يبدا يخش الصوديوم ده لجوه. فلما يخش الصوديوم لجوه يبدا يعمل لك حاجه اسمها دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن يعني معناها ان الصوديوم الموجب ده يبدا يخش جوه. معنى ان داخل جوه شحنات موجبه، صوديوم موجب يعني داخل جوه شحنات موجبه، فجوه يبدا يبقى بوزيتيف لحد ما يبقى قيمته موجب 20. يبقى انت في اول حاجه خالص ان بيحصل ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن بالنسبه للكاردياك ماسل سيل سببها دخول ايونات الصوديوم عن طريق ان الصوديوم تشانلز فتحت. وكمان في حاجه تكون عارفها ان في عندك قناه اسمها قناه البوتاسيوم برضو بتفتح وقت ديبولاريزيشن، بيخش عندك برضو الكالسيوم، والكالسيوم خد بالك برضو شحنته موجبه، فانت عندك قناه الكالسيوم وقناه الصوديوم تفتح، فدي اسمها ديبولاريزيشن، وبالتالي بيبقى الشحنه عندك موجبه، تبقى موجب 20، تمام؟ طيب تعالى كده اشرح لك القصه دي. الطبيعي ان الريستنج ميموري بوتنشال عندك بيكون قيمته سالب 90، ده الار ام بي او ريستنج ميموري بوتنشال. طيب بعد كده تخيل معايا ان دي الاس نود. الاس نود بتبدا تكهرب خليه القلب، دي الكاردياك ماسل سيل، يعني دي عباره عن الكاردياك ماسل سيل، دي خلايا عضليه. طيب اللي بيحصل ان بيبدا يكون في ايونات صوديوم بالشكل ده تبدا تمشي. طب وبعدين تبدا تعدي عن طريق الجاب جانكشنز. مش انا لسه قايل لك ان في حاجه اسمها جاب جانكشنز بتربط الخلايا ببعضها وبتعدي منها ايونات، يعدي منها ايونات الصوديوم، يبدا يعدي الصوديوم يروح هنا. طيب لما يروح الصوديوم للخليه دي يبدا يغير في الممبر بوتنشال بتاعها، يبدا يخليها من سالب 90 لحد ما تطلع لفوق شويه تبقى مثلا سالب 70.
طيب بعد كده وصلنا لقيمه -70، تبدا بقى قنوات الصوديوم دي، ده بالنسبه لنا الثريشولد. الثريشولد ده يعني كل قناه الصوديوم تبدا تفتح، فتفتح قناه الصوديوم فيبدا يخش عندك صوديوم لحد ما يبقى الرقم بتاعك، انت الصوديوم ده موجب فبتطلع فوق ناحيه الموجب، ناحيه البوزيتيف، طول ما تطلع فوق طول ما تطلع ناحيه الموجب. تمام. فتبدا تطلع من -70 لحد مثلا -40. عند قيمه -40 يبدا يفتح قنوات الكالسيوم. تمام. فالكالسيوم برضو يبدا يخش لجوه الخليه، يبقى انت دلوقتي دخل عندك صوديوم ودخل عندك كالسيوم، اصبح دلوقتي جوه الخليه بوزيتيف. ده معناه ان حصل عندك ديبولاريزيشن. طيب ديبولاريزيشن معناها ان الخليه حصل فيها انقباض. الديبولاريزيشن ده بعد كده يبدا يعمل كونتراكشن، يبدا يعمل انقباض للخليه. وشوف سبحان الله، دخول اصلا ايونات الكالسيوم ده المسؤول عن انقباض العضله اصلا، يعني الكالسيوم ده اساسي عشان العضله تنقبض. تمام. طيب فدلوقتي دي الديبولاريزيشن تفضل القنوات فاتحه لحد ما توصل لقيمه موجب بوزيتيف او موجب 20. تمام. طيب وصلت لقيمه موجب 20 او بوزيتيف 20، بعد كده ايه اللي يحصل؟ تبدا القنوات الصوديوم دي تقفل خالص. تمام. قفلت. طيب بعد ما تقفل مفيش صوديوم يخش. طب وقنوات الكالسيوم؟ قنوات الكالسيوم بتقفل ببطء، يعني بتقفل بس بالراحه شويه. تمام. بتقفل بس ببطء. طيب وايه اللي يحصل بعد كده؟ انت خلاص عملت ديبولاريزيشن، محتاج انك تعمل ريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن عن طريق ان بيبدا قنوات البوتاسيوم تبدا تطلع لي البوتاسيوم ده لبره. مش انا قلت لك ان البوتاسيوم عندي جوه الخليه بيكون كتير، البوتاسيوم بيكون كتير جوه بالشكل ده، هبدا اخرج البوتاسيوم ده لبره. ففكره ان اخرج البوتاسيوم لبره الخليه ده بيبدا يعمل لي ايه؟ البوتاسيوم لما يطلع لبره يسيب جوه شحنات سالبه. ما هو كان موجب لما يمشي يسيب مكانه شحنه سالبه، فيبقى جوه الخليه نيجاتيف، يبقى انت بتنزل تاني ناحيه النيجاتيف. اصبح انك لما البوتاسيوم بدا يفتح فتوح او اوبننج اوف بوتاسيوم شانلز، بدات تنزل تحت ناحيه النيجاتيف. تمام. طيب يبقى ده بسبب وجود البوتاسيوم شانلز. طيب وبعد كده اخدت بالك من خط البلاتو ده خط مستقيم، ايه سببه؟ ركز معايا. قنوات البوتاسيوم بتخرج بوتاسيوم لبره، بيعمل لك شحنه، ارسمها بخط مختلف خالص. قنوات البوتاسيوم بتطلع لك بوتاسيوم لبره، بيعمل لك شحنات سالبه نيجاتيف. قنوات الكالسيوم بتدخل لك كالسيوم لجوه، بيدخل لك جوه شحنات موجبه. اصبح ان في عندك شحنات موجبه بتخش بسبب دخول الكالسيوم، وشحنات سالبه بتخرج بسبب خروج البوتاسيوم. اصبح ان في عندك موجب بيخش وفي عندك سالب بسبب البوتاسيوم، يعني في موجب وسالب، يعني الاثنين بيبداوا يعادلوا بعض. ده اللي عمل لك الخط المستقيم ده بسبب وجود قنوات البوتاسيوم اللي بتخرج البوتاسيوم اوت، وبسبب ان قناه الكالسيوم لسه ما قفلتش، لاني قلت لك انها بتقفل ببطء. كل كلمه مهمه. فكان قناه الكالسيوم شغاله بتدخل لك كالسيوم، وقناه البوتاسيوم بتطلع لك بوتاسيوم، وبالتالي حصل لك حاجه اسمها البلاتو. تعالى اوريه لك. هو ده شكل البلاتو، بيتسمى بلاتو. تمام. الموضوع ده مهم جدا عشان الاسئله ممكن ينزلك عليها اسئله كتير قوي. تمام. طيب بعد كده يبدا هنا خلاص، يبدا قنوات في المكان ده بقى، يبدا خلاص قنوات الكالسيوم الحمد لله ربنا يهديها وتقفل. لما تقفل قنوات الكالسيوم يبدا يكون عندك مين شغال؟ البوتاسيوم بس، يبدا يخرج لك بوتاسيوم بره، يبقى جوه نيجاتيف، وبالتالي تبدا تنزل تحت ناحيه النيجاتيف. خلاص تنزل لحد ما توصل للريستنج ممبر بوتنشال تاني. وفي الاخر خطوه بس اعرفها، بس اللي في عندك حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب بتبدا انها تعادل الشحنات تاني. يعني ايه تعادل الشحنات؟ يعني تبدا ترجعك للحاله الطبيعيه. الطبيعي ان الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه، صح؟ البوتاسيوم دلوقتي اصبح هو اللي جوه والصوديوم اصبح بره، فابدا اعكس، ابدا اخرج البوتاسيوم ده لبره، اخرج الصوديوم ده لبره وادخل البوتاسيوم تاني جوه. بس اعرفها بس كشرح بس مش اكتر. تمام. طيب معلش انا عارف الموضوع معقد شويه، انا عارف، بس تاني علشان انا دلوقتي بقى هشاور لك على كام سؤال المهمين. طيب بص بقى يا شباب، الاسئله اللي تنزل لك ايه؟ اول سؤال ممكن يسالك يقول لك البلاتو دي بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب ان بيحصل كالسيوم انتر ذا سيل. كالسيوم بتسميه حاجه اسمها كالسيوم انفلكس. انفلكس يعني بيدخل انسايد ذا سيل، بيدخل جوه الخليه. وبوتاسيوم ايفلكس. ايفلكس يعني بيطلع بره الخليه. فبوتاسيوم ايفلكس او بيحصل بسبب ايفلكس يعني بيطلع بره الخليه، البوتاسيوم بيطلع بره، وكالسيوم انفلكس يعني الكالسيوم يخش لجوه الخليه. يبقى البلاتو بسبب الكالسيوم انفلكس والبوتاسيوم ايفلكس. دي اول حته تكون عارفها. طيب هيقول لك والله انت ازاي بترجع الايونيك بيزس في الاخر؟ بترجعه عن طريق ايه؟ يعني ازاي بترجع بعد كده، يعني مثلا ترجع الخلايا للشحنات الطبيعيه بتاعتها؟ عن طريق حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب.
دي مضخه بتبدا ترجعك للشحنات الطبيعيه. ممكن يسالك يقول لك البلاتو فيز بتبدا مثلا او بتنتهي امتى؟ بتنتهي بمجرد ما القنوات بتاعه الكالسيوم دي، قنوات الكالسيوم دي تبدا تقفل. تمام. طيب دي يعتبر الاسئله المهمه اللي ممكن تنزل لك. تعال نقرا سوا. بيقول لك ايه اول سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حته نسيت اقولها لك، في حته مهمه. بص، في عندك حاجه اسمها absolute refractory period، هوريها لك بسرعه خالص، هي سهله خالص. بص، الفتره دي يا ولاد من اول الديبولايزيشن لحد يعني يعتبر نص المسافه دي كده، يعني او قريبه من النص بشويه. تمام. نص المسافه دي، المسافه دي كلها حاجه بنسميها absolute refractory period. طيب ايه لازمه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود؟ الفتره دي مهمتها ان الفتره دي القلب بتاعك العضلات بتاعته ما بتستجيبش لاي محفز، مهما قعدت تبعت لها كهرباء عشان تنقبض مش هتستجيب، وبالتالي بيمنع حاجه اسمها التيتاني. التيتاني يعني قلبك يفضل ينقبض انقباض مستمر، وبالتالي قلبك هيفضل ينقبض انقباض مستمر، وبالتالي مش هيقدر ان هو يتملي بالدم. ما قلبك عشان يتملي بالدم لازم ينقبض، بعد كده ينبسط عشان يتملي بالدم. طب لو حصل له تيتاني، هيفضل منقبض بشكل مستمر، مش هيتملي بالدم. وبالتالي مهم جدا الابسوليوت ريفراكتوري بيريد، علشان سبحان الله في الوقت ده القلب بتاعك يمنع تماما انه يستجيب لاي كهرباء توصل له، وبالتالي يخليك تعرف القلب بتاعك يتملي بالدم وتعرف انك تعيش كويس خالص. لكن طبعا من غيرها، لولا الابسوليوت ريفراكتوري بيريد كان زمان اي كهرباء اي محفز اي حاجه كان زماننا حرفيا متنا في ثواني. تمام. طيب فبيقول لك ايه بقى اول سؤال؟ بيقول لك تعالى نمسح ده. بيقول لك the plateau phase of cardiac muscle action potential is essential because ايه؟ البلاتو فيز زي ما قلت لك هي الفتره اللي بيكون فيها البلاتو، هي الفتره اللي عامله كده بتكون مستقيمه كده. البلاتو فيز دي بتشمل الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، فهي مهمه علشان ايه؟ علشان انها بتبريفنت تيتاني ان كاردياك ماسل، بتمنع عن القلب بتاعك يحصل له تيتاني. ليه؟ لان بيكون فيها الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وبالتالي ما بيحصلش قلبك تيتاني لانه ما بيستجيبش لاي مؤثر. تمام. ابسوليوت يعني مستحيل يستجيب لاي حاجه. بعد كده which ion movement is primarily responsible for plateau phase of the cardiac muscle action potential؟ مين الايون، حركه ايون ايه اللي مسؤول عن البلاتو؟ البلاتو كان مسؤول عنها حاجتين بشكل اساسي، الكالسيوم انفلكس والبوتاسيوم ايفلكس. تمام. طيب فبص معايا، هل الصوديوم لا اشطب على الصوديوم على طول. هل الكلورايد؟ اشطب على الكلورايد. هل البوتاسيوم انفلكس؟ البوتاسيوم كان بيخش جوه الخليه؟ لا طبعا، كان بوتاسيوم ايفلكس مش انفلكس. هل الكالسيوم انفلكس؟ صح، ان الكالسيوم بيخش انفلكس يعني بيخش انتو ذا سيل، بيخش جوه الخليه، يبقى كالسيوم انفلكس. دي الاجابه الصح. بعد كده which of the following events terminate the plateau phase؟ مين من ده بينهي البلاتو فيز؟ البلاتو فيز بتنتهي بمجرد ما يحصل انغلاق او كلوجر للكالسيوم تشانلز، فهي كلوجر اوف كالسيوم تشانلز باختصار. تمام. ان قنوات الكالسيوم بتقفل، وبالتالي بيستمر عندك بس قنوات البوتاسيوم اللي شغاله، فيحصل لك دي ريبولاريزيشن. بعد كده during the resting memory potential of cardiac muscle، resting memory potential حالة الراحة، the ionic balance is mainly maintained by ايه؟ مين اللي بيحافظ على resting memory potential؟ قنوات اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب، مهمة جدا، هي اللي بتحافظ على resting memory potential، اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى الإجابة تبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب. تمام. طيب which structure conduct impulse most rapidly in the heart؟ مين اللي بينقل الاشاره باسرع ما يمكن ومسؤول عن الكوندكشن وباسرع سرعه؟ الموست كوندكشن او رابid كوندكشن هو حاجه اسمها البركنجي فايبرز، اللي هي كانت موجوده بالشكل ده، كانت بيطلع الاس ان نود، بعد كده الاي في نود، بعد كده الرايت بندل اوف فيس رايت وليفت بندل برانش، بعد كده في الاخر حاجه اسمها البركنجي فايبرز كانت عامله كده، دي اللي بتغذي الفنتركل، دي اللي بتعمل كوندكشن الامبلس للفنتركل، اسمها بركنجي فايبرز، دي اسرع حاجه. طيب ممكن نسالك عشان ما تتلخبطش، يبقى لو قلت لك الفاستست كوندكشن هي بركنجي فايبرز، طب لو قلت لك الفاستست ريت هي مسؤوله عن فاستست ريت، اسرع معدل نبض للاشاره الكهربيه، يبقى ريت على طول هي الاس ان نود لانها مسؤوله عن ريت المعدل. اما الفاستست كوندكشن اسرع نقل هو البركنجي فايبرز. طب مين اللوست كوندكشن؟ ابطا معدل نقل او بيحصل فيها ديلي. الحته المهمه بيسال فيها بيقول لك بيحصل فيها ديلي يبقى على طول الاي في نود بيحصل فيها تاخير. تمام. طيب
فبالنسبه لنا دلوقتي بنتكلم عن امبلس بيكون فاستست كوندكشن، هي رابيدلي، يعني الامبلس موست رابيدلي بتنتشر الاشاره بشكل سريع جدا، هي البريكنجي فايبرز اللي هي هتبقى سي. بعد كده which phase of cardiac muscle action potential correspond to rapid sodium entry. الصوديوم انتري على طول ده بيحصل في مرحله الديبولايزيشن. طيب ايه الفيز بتاعت القلب دي؟ عشان بيقول لك فيز 0 و1 و2 و3. الموضوع بسيط خالص. بص يا سيدي، المرحله بتاعه الريستنج ميمبر بوتنشال بنسميها فيز 4 او فيز 4. مرحله الديبولايزيشن بنسميها فيز 0، يبقى الديبولايزيشن مرحله اسمها فيز 0. طيب البلاتو بيبدا يتقسم لمرحلتين. اول مرحله اللي بيكون فيها يعني بدايه فتح قنوات البوتاسيوم، تمام، بدايه فتح قنوات البوتاسيوم اللي هي النزله الصغيره دي بنسميها فيز 1، تمام، يبقى دي اسمها الفيز 1. طيب بعد كده الفيز 2. الفيز 2 دي بيكون فيها البلاتو، يبقى البلاتو بتكون في الفيز 2، تمام. اما الفيز 1 بتكون وقت ما يبدا يحصل اوبننج للبوتاسيوم تشانلز، تمام. طيب بعد كده الفيز 3 هي بتاعه الريبولايزيشن. يبقى تاني الفيز بتاعه الديبولايزيشن، الديبولايزيشن 0، دي يبقى 0. طب الريبولايزيشن، الري يبقى فيز 3، تمام. البلاتو فيز 2، تمام. طيب بيقول لك الفيز بقى اللي بتكون كورسبوند مع الرابid صوديوم انتري. الرابid صوديوم انتري يعني الصوديوم بيخش جوه الخليه. الصوديوم بيخش جوه الخليه بسرعه امتى؟ بيخش في حاله الديبولايزيشن، وبالتالي دي هتكون عندي الفيز بتاعه الصوديوم انتري اللي هي الفيز 0، تمام. طيب ممكن اسالك البلاتو بالنسبه لي هي بتضم فيز ايه؟ البلاتو بشكل اساسي هي فيز 2. طيب الريبولايزيشن فيز 3. طيب بعد كده the absolute refractory period of cardiac muscle cell prevent ايه؟ بتمنع ايه؟ بتمنع ان يحصل القلب بتاعك تيتاني، تمام، تيتاني كونتراكشن، بتمنع تيتاني كونتراكشن او القلب بتاعك يفضل منقبض بشكل مستمر. تخيل القلب بتاعك كده بجد والله، تخيلها كده، يعني سبحان الله ده ما بيحصلش معانا، تمام. تخيل كده ان قلبك، هو انا ليه اعمل كده؟ طيب تخيل ان القلب بتاعك حصل له ان كان هو منقبض، الليفت فنتريكل ده مثلا كان منقبض، وبالتالي كان بيضخ الدم في الاورطه، تمام. بعد كده جاله امر تاني بالانقباض فهيفضل منقبض، بعد كده جاله امر تاني بالانقباض هيفضل منقبض. تخيل جاله 20 اشاره انقباض في نفس الوقت، هيفضل منقبض على طول. طب طول ما هو منقبض هل بيضخ دم؟ هو ضخ الدم اصلا في اول، يعني في اول كام جزء من الثانيه خلاص، او اول ثانيه خلاص الدم خلاص طلع. طب وبعد كده هيفضل منقبض ومش هيتملي بالدم لانه منقبض مش عارف يتملي، وبالتالي خلاص كده يعني قلبك خلاص هتموت حرفيا، لان قلبك مش عارف يتملي بالدم وبالتالي الشخص هيموت. فده اسمه تيتانيك كونتراكشن، القلب بتاعك يفضل منقبض بشكل مستمر، تمام. فده طبعا الحمد لله ما بيحصلش بسبب وجود الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. طيب بعد كده an impulse occurring during the relative refractory period may result in ايه؟ في عندك حاجه اسمها relative refractory period. relative refractory period هي الفتره دي بقى، يعني بص مش انا قلت لك ان دي طيب اوكي هنطلعنا فوق خالص. طيب ما علينا. مش انا قلت لك الفتره دي اسمها absolute refractory period. طيب الفتره اللي بعدها هرسمها لك بالاخضر، اللي بعد الابسوليوت ريفراكتوري بيريود لحد هنا دي اسمها relative refractory period. اسمها ايه؟ relative refractory period، تمام. فالريلاتيف ريفراكتوري بيريود يعني القلب بتاعك ممكن يستجيب لمحفز قوي بزياده، يعني لو محفز قوي جدا ممكن استجيب ليه، طب لو محفز ضعيف لا مش هيستجيب ليه، تمام. مشكله انك لو جالك اشاره كهربيه في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود ان ممكن يحصل لك حاجه اسمها اكسترا سيستول، يعني القلب بتاعك يكون سيستول بس يعمل زي اكسترا سيستول كده، بس يعني انقباض فوق الانقباض بشكل بسيط خالص يعني، تمام. بس ده مش خطر طبعا قد الخطر بتاع التيتاني او الكارديك تيتاني. طيب فمشكله ان لو حصل امبلس في الريلاتيف ريفراكتوري بيريد ممكن يحصل لك اكسترا سيستول، تمام، لسه قايلك عليها. طيب بعد كده الاكسترا سيستول موست كومنلي فولود باي ايه؟ الاكسترا سيستول بعد ما يحصل اكسترا سيستول قلبك بيبدا ياخد راحه كده او بوز، بيبدا يستريح لانه يعتبر عمل سيستول زياده فيبدا ياخد بوز او استراحه، بتتسمى كومبنساتري بوز، يعني راحه تعويضيه، كومبنساتري بوز.
بعد كده ذا فرانك ستارلينج لو. ستارلينج لو ده بيقول لك ايه؟ ستارلينج لو بيقول لك ان القلب بتاعك او اي عضله عامه كل ما يحصل لها ستريتش كل ما يزيد الكونتراكشن. يبقى ستارلينج لو هو بيقول لك كلما زاد الاسترتش كلما زاد الانقباض، كلما زاد الاسترتش كلما زاد الكونتراكشن. تمام؟ فكل ما القلب بتاعك يحصل له ستريتش بزياده، طب ايه اللي يخليه يسترتش بزياده؟ هيسترتش بزياده لو اتملى دم بزياده. تمام؟ طب ايه اللي يملاه دم بزياده؟ عشان الاسئله اللي يملاه دم بزياده هي زياده الفينس ريتيرن او الدم اللي رجع له. كل ما رجع له دم اكتر كل ما يتملي اكتر كل ما يزيد الاسترتش كل ما يزيد الانقباض. ده اسمه ستارلينج لو. تمام؟ فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك علاقه ما بين المايوجينيك ستريتش ريسبونس، يعني قوه الانقباض والاسترتش. كل ما يزيد الاسترتش كل ما يزيد قوه الانقباض. مايو يعني عضله، فعلاقه ما بين العضله، تمام، قوه الانقباض بتاع العضله والاسترتش. تمام؟ according to Frank Starling law increase in venous return هيعمل ايه؟ venous return زياده يعني زياده الاسترتش يعني زياده الكونتراكشن، فده هيزيد الكونتراكشن. طب زياده الانقباض هتزود ايه؟ هتزود كميه الدم اللي تطلع في النبضه الواحده. يعني ايه؟ يعني القلب بتاعك كان عامل كده في النبضه الواحده، كان بيطلع لك مثلا نفترض يا سيدي خلينا نقول 70 مللي دم. تمام؟ هو اتملى بدم اكتر. تمام؟ وبالتالي لما اتملى الدم اكتر بقى بيضخ، يعني حصل له ستريتش اكتر، يعني زاد الكونتراكشن زاد الانقباض، بدل ما يضخ 70 هيضخ لك 90. ففكره ان هو زاد من 70 ل 90، ال 70 ده بتسمى الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت هي كميه الدم اللي قلبك بيطلعها، الليفت فنتركل بيطلعها في النبضه الواحده، بتسمى ستروك فوليوم اس في. تمام؟ طيب دي اسمها ستروك فوليوم. طيب الستروك فوليوم هيحصل ايه؟ بدل ما كان 70 في النبضه الواحده هيتحول ل 90، فمعنى كده ان الستروك فوليوم زاد. فيقول لك ايه؟ لو زاد فينوس ريتيرن ده هيزود لك الستروك فوليوم. انت عارف يعني ستروك فوليوم؟ يعني ان الانقباضه الواحده هتطلع لك دم اكتر لانه وصل له دم اكتر بكل بساطه وانقباضه زاد وهكذا. تمام؟ طيب ممكن يقول لك ايه تاني؟ ممكن يقول لك هيحصل زياده في الكاردياك اوتبوت. برضه لما يحصل ستريتشنج اكتر ده برضه ممكن يزود الكاردياك اوتبوت. صح؟ ايه الفرق ما بين الكاردياك اوتبوت والستروك فوليوم؟ وعلشان يعني اشرح لك الموضوع بشكل بسيط، في عندك حاجه اسمها الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت هو كميه الدم اللي قلبك بيطلعها في خلال دقيقه 1 مينيت. قيمتها كام؟ قيمتها 5000 ملي. عرفناها ازاي؟ حسبنا ان انا ضربت الستروك فوليوم في الهارت ريت. الستروك فوليوم هو كميه الدم اللي قلبك بيطلعها في النبضه الواحده، يعني تخيل قلبك في النبضه بيطلع 70 ملي دم. طيب والهارت ريت هو ضربات قلبك في الدقيقه. قلبك بيدق في المره 70 نبضه، فانا هضرب 70 في 70 هيديني حوالي رقم قريب من 5000، وقلنا ان الكاردياك اوتبوت بيساوي 5000. يبقى الكاردياك اوتبوت هو عباره عن ايه؟ ان انا بشوف قلبك في النبضه الواحده بيطلع قد ايه؟ 70 مللي. طب قلبك اصلا بيدق بمعدل قد ايه؟ 70 ضربه، فقلنا 70 في 70 بيدينا حوالي 4900 او 4700، رقم زي كده يعني قريب من 5000. فاحنا بالتقريب كده بنقول 5000 رقم، ده رقم المعروف يعني للكاردياك اوتبوت 5000 مللي او 5 لتر. تمام؟ يعني قلبك كل دقيقه بيخرج 5 لتر دم. ده بالايه يعني بالبساطه خالص يعني. تمام؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ which factor is directly determine الستروك فوليوم. مين بيبدا يحدد بشكل اساسي الستروك فوليوم؟ هو الفينوس ريتيرن. ان كل ما قلبك يوصل له فينوس ريتيرن اكتر كل ما يروح له دم اكتر كل ما يخرج دم اكتر. يبقى بص، الفينوس ريتيرن هو الانبوت، الدم اللي رايح القلب. الستروك فوليوم هو الاوتبوت. وانت لو دارس باي رياضه اي برمجه اي حاجه هيقول لك ان الانبوت هيزيد الاوتبوت هيزيد. تمام؟ فلما يزيد الانبوت لما يزيد الفينوس ريتيرن الاوتبوت هيزيد اللي هو الستروك فوليوم. بشرح لك باكتر من طريقه. تمام؟ طيب بعد كده a patient has a heart rate 75 beat per minute. تمام؟ وستروك فوليوم 80 مللي. what is the cardiac output؟ لسه قايل لك الكاردياك اوتبوت. اضرب الرقمين دول في بعض. هتعمل ايه؟ هتضرب 75 في 80. ال 75 اللي هي الهارت ريت في ال 80 اللي هي الستروك فوليوم، هيديك حوالي 6000 مللي او 6 لتر. تمام؟ يبقى انت لما يسالك ويديك مساله لازم تحسبها، مش على طول تقول 5 لتر، لا هو ممكن يكون اكتر. هو قال لك مريض ضربات قلبه 75 والستروك فوليوم 80 ده اعلى من الطبيعي، وبالتالي هيكون الكاردياك اوتبوت عنده اعلى من الطبيعي. تمام؟ يبقى 6 لتر. طيب the first heart sound occurs at ايه؟ بص يا سيدي هقول لك الهارت ساوندز برضه عشان بيسالك فيها. الهارت ساوندز في عندك 2 هارت ساوندز يهموني، صوتين. في عندك الفيرست هارت ساوند وفي عندك السكند هارت ساوند.
الفيرست هارت ساوند بيحصل بسبب ايه؟ الفيرست هارت ساوند بيحصل نتيجه ان في عندك، بص تعالى اقول لك الصمامات، معلش الموضوع كله مرتبط ببعضه فلازم اقول لك الفكره الكامله وبعد كده هتبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. امسح ده كده وارسم الاورطه. طيب في عندك صمامات القلب. ايه هو الصمامات اللي عندك؟ في عندك الصمام ده بيتسمى الميترال فالف، الميترال، تمام. والصمام ده بيتسمى التراي كاسبيد فالف، تمام. يبقى الصمام ده بيتسمى الميترال. الميترال ده بيفصل ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، اسمه ميترال. طيب والترايكاسبيد بيفصل ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، تمام. طيب في عندك صمامين كمان، في عندك صمام بتاع الشريان الاورطي وده بيتسمى يعني الصمام الاورطي ليه صمام، بالله عليك هيسموه ايه؟ الشريان ايه يعني هيسموه صمام ايه؟ مفيش حاجه تانية غير الاورطي، يبقى اسمه الاورتيك فالف. حماده هلالي، يبقى الشريان الاورطي الصمام بتاعه الاورتيك فالف. طيب في عندك شريان تاني طالع اسمه بالمونري ارتري، بالمونري ارتري، الصمام بتاعه اسمه البالمونري فالف، بالمونري فالف. يبقى في عندك الاورتيك والبالمونري عملتهم لك بنفس اللون لانهم مرتبطين ببعض، والترايكاسبيد والميترال بنفس اللون عشان مرتبطين ببعض. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان القلب بتاعك بيبدا، انا هتكلم عن الليفت فنتريكل، تمام، ده اللي يهمني. الليفت فنتريكل، الليفت فنتريكل علشان يتملي بالدم بيحتاج ان الصمام اللي فوقه يفتح واللي بعده يقفل. يعني ايه؟ عشان يتملي بالدم بيبدا الميترال ده يفتح، فلما يفتح الميترال الدم ينتقل من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل وبالتالي الصمام ده بيكون مفتوح. في نفس الوقت بيقفل عندك الاورتيك والبلمونري، تمام. طيب يبقى ده اول حاجه. طيب بعد كده، طيب علشان بعد كده القلب بتاعك بقى يبدا يحصل كونتراكشن، عشان يحصل، ركز معايا بقى عشان دي الجزئيه اللي بتسال، علشان يحصل عندك كونتراكشن. الكونتراكشن بيحصل عن طريق ايه؟ بيحصل عن طريق ان الميترال فالف ده بيقفل، ومين اخوه؟ الترايكاسبيد، الاثنين تبع بعض، الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا، الميترال والتراي كاسبيد بيقفلوا. ليه بيقفلوا؟ عشان الدم ما يرتجعش لفوق، انت عايز الدم يخش في الاورطه ما يخشش في الميترال والترايكاسبيد، وبالتالي انت مش عايز الميترال ده يكون مفتوح بتقفله، فيبدا يقفل الميترال ويفتح الاورطه فالدم ينتقل يخش في الاورطه، يخش في الاورتيك ارتري، تمام. يبقى كونتراكشن بيقفل عندك الميترال والترايكاسبيد. قفله الصمام ده بيعمل لك صوت، بيعمل لك الفيرست هارت ساوند، فيرست هارت ساوند. يبقى كلمه في الام سي كيو، الفيرست هارت ساوند بيحصل نتيجه القفل بتاع الميترال اند ترايكاسبيد. طيب السكند هارت ساوند وانت مغمض عينيك العكس بقى، بيحصل بسبب الكلوجر اوف البلمونري والاورتيك فالف. يبقى الفيرست بيحصل بسبب قفله الميترال والترايكاسبيد، السكند بيحصل بسبب قفله الاورتيك والبلمونري. طب اقنعك امتى بيقفل الاورتيك فالف؟ الاورتيك فالف بيقفل وقت ما يبدا القلب بتاعك يتملي بالدم فيبدا يقفل البلمونري والاورتيك وبالتالي بيعمل لك السكند هارت ساوند، تمام. طيب اللي هو خلي بالك الفيرست ده، عارف قلبك بينضب بمعدل، بص لو انت سمعت ضربات قلبك هتسمع قلبك عامل كده لبضب لبضب. اللب دي ده الصوت الاول بيتسمى اللب او الفيرست هارت ساوند، السكند هارت ساوند بيتسمى الضب، ده السكند هارت ساوند، تمام. اي سؤال بعد كده ان شاء الله تعرف تحله. طيب اول سؤال بيقول لك the first heart sound occurs at ايه؟ هل بيحصل في وقت البيجيننج اوف ventricular systole؟ هو اصلا الفيرست بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه قفل الميترال وقفل الترايكاسبيد. طيب في حته هزودها لك، الفيرست هارت ساوند بيحصل امتى بالنسبه للفنتريكل عشان بتتسال كتير قوي؟ الفيرست هارت ساوند بيكون ملاصق للفنتريكولار سيستول، يعني وقت ما الفنتريكل يحصل له سيستول او يحصل له انقباض، تعال ارسمها لك. الفنتريكل لما يحصل له سيستول انقباض بحتاج ان انا اقفل الميترال فالف عشان الدم ما يرجعش لورا، وبالتالي قفله الميترال فالف بتكون مع الفنتريكولار سيستول، تمام. اما السكند هارت ساوند بيكون مع الفنتريكولار دايستول، تمام. طيب فهل بيقول لك يبقى بيقول لك الفيرست هارت ساوند بيحصل مع البيجيننج اوف فنتريكولار سيستول؟ دي اجابه صح، الفيرست هارت ساوند بيحصل مع الفنتريكولار سيستول، لسه قايلها لك، وباقي الاجابات طبعا غلط يعني. يبقى
تعالى اكتبها لك بقى بشكل ايه، انت بقى احفظها حششها ايا كان، يعني المهم انك تعرف تجاوبها. انا فهمتك الكونسبت وانت بعد كده تكون عارفها. الفيرست هارد ساوند، وفي عندك السكند هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند بيحصل امتى؟ بيحصل نتيجة الكلوجر اوف صمامين الميترال والترايكاسبيد. السكند بيحصل نتيجة الكلوجر اوف صمامين برضو pulmonary و aortic. طيب تاني اشهر سؤال يقول لك الفيرست هارت ساوند كورسبوندنج ليه؟ كورسبوندنج دي الفنتريكولار سيستول. طيب بعد كده السكند كورسبوندنج ليه الفنتريكولار دايستول. تمام؟ خدها سكرين شوت علشان الحته دي مهمه جدا. طيب بعد كده انت شرحت لك الكونسبت، السؤال ده بقى انت اللي هتجاوبه. closure of which valve produce the second heart sound. السكند هارت ساوند كان بيحصل بسبب قفله ايه؟ هل بيحصل بسبب قفله الميترال والتراكاسبيد؟ يعني لو انت قلت يعني بس ما كملش الفيديو خلاص. اكيد السكند هارت ساوند لسه قايل لك بسبب قفله الاورتيك والبلمونري. تمام؟ طبعا كمل الفيديو، انا بهزر معاك. بعد كده pulse pressure increase when ايه؟ البلس بريشر القانون بتاعه سهل جدا، عباره عن انك بتطرح عباره عن انك بتكتب السيستوليك بلاد بريشر ناقص الدايستوليك بلاد بريشر. انا ما بحبش الرياضه واعتقد اغلبكم كده، بس دي يعني بص الرياضه الثانيه بتلاقيها حرفيا بتحسبها ازاي؟ انك السيستوليك بلاد بريشر عباره عن 120 ناقص الدايستوليك بلاد بريشر 80. مش بيقول لك ضغط الانسان 120 على 80؟ فانا بلس بريشر بطرح 120 ناقص 80 هيساوي كام؟ هيساوي 40. ده النورمال بلس بريشر، ده الطبيعي. طيب امتى يزيد البلس بريشر؟ بيزيد البلس بريشر لو زاد السيستوليك. لو زاد السيستوليك في الاغلب بيكون بسبب زياده السيستوليك. طب ايه اكتر حاجه ممكن تزود السيستوليك بلاد بريشر، او من اكتر الحاجات اللي بتزوده؟ هي زياده الستروك فوليوم، يعني زياده كميه الدم اللي تطلع في النبضه الواحده. يعني قلبك لما يكون النبضه الواحده بتطلع دم كتير، زي لما تكون بتلعب في الجيم مثلا، فانت قلبك النبضه الواحده دي الضخه الواحده دي بتضخ دم كتير قوي عشان عضلاتك محتاجه دم، وبالتالي النبضه الواحده دي بتطلع دم كتير. فلو حسيت النبض بتاعك البلس هتلاقي البريشر بتاعه عالي، البلس بريشر او ضغط النبض عندك هتلاقيه عالي. ليه؟ بسبب ان النبض بتاعك ان قلبك بيطلع دم كتير، بيطلع ستروك فوليوم عالي. تمام؟ فبيقول لك البلس بريشر بيزيد لما يحصل ايه؟ بيحصل لما يزيد الستروك فوليوم. وين ستروك فوليوم انكريز، دي اجابه صح، بس هي دي لما يزيد الستروك فوليوم، لما يزيد كميه الدم اللي بتطلع في النبضه الواحده. تمام؟ which autonomic effect increase both heart rate and contractility. اللي بيزود شغل القلب بيزود الكونتراكتيليتي بيزود الهارت ريت، يعني بيزود الانقباض بيزود ضربات القلب، هو الجهاز السمبثاوي السمباثيتك، يبقى انكريز سمباثيتك. طب لو قال لك اللي بيديكريز كريز يعني بيقلل، هو البارا سمباثيتك. وبالتالي هنا بيقول لك اللي بيزود ايه هيكون هو السمباثيتك نيرفس سيستم، سمباثيتك ستيميليشن. طيب بعد كده فيجال ستيميليشن mainly affect which part of conductive system. الفيجاس هو العصب الحائر، بيغذي بشكل اساسي الاتريوم. الفيجاس خليك عارف ان هو بيغذي الاتريوم، مش بيروح للفنتريكل، ما بيغذيش الفنتريكل، هو بيغذي الاتريوم، بيغذي تحديدا الاس اي نود. وبالتالي كنت بقول لك ان بيوطي الهارت ريت، بيخلي ضربات قلبك بدل ما الاس نود كانت بتطلع لك من كام؟ من 60 ل 100 صح؟ هو بيخليك تقريبا 60 70 في الرينج ده. ليه؟ بسبب وجود الفيجاس العصب الحائر اللي هو بتاع الجهاز الباراسمبثاوي بتاع الراحه. تمام؟ فهو بيسيطر على الاتريوم. تمام؟ او الاس نود تحديدا. فالفيجال ستيميليشن بيأفكت ايه؟ هل بيأفكت البريكنجي؟ لا. الفنتريكولار؟ لا طبعا، قلت لك لا الفنتريكولار ولا البريكنجي، هو بيأثر على الاتريوم. الاس نود صح. الباندل برانش لا برضه، لان الباندل برانش دي ماشيه في الفنتريكل، وبالتالي هو مش بيقرب من الفنتريكل، هو بيشتغل على الاتريوم. حتى في نظريه مهمه بيسموها فيجال اسكيب افكت. فيجال اسكيب يعني بيهرب حرفيا من الفنتريكل. بعد كده اكسس فيجال ستيميليشن كان كوز. الفيجاس ده كان بيعمل ايه؟ كان بيهدي ضربات القلب، كان بيقلل الهارت ريت.
تقليل الهارت ريت بيسموها برادي كارديا. يبقى برادي كارديا عند ضربات قلبه قليله. طب عكسها ايه؟ عكسها لو زاد الهارت ريت بيسموها تاكي كارديا. تاكي يعني سريع، تمام؟ فده عكس البرادي كارديا، عكسها تاكي كارديا. اوكي. طيب وبالتالي هنا الاكسس فيجر ستيميليشن هيعمل لك برادي كارديا، يعني هيوطي الهارت ريت. بعد كده بيسالك على الفيجر اسكيب. بيحصل بسبب ايه؟ الفيجر اسكيب بيحصل بسبب زي ما قلت لك ان الفيجاس بيغذي الاتريا، مش بيغذي الفنتريكل، او بشكل اساسي يعني بشكل اساسي بيغذي الاتريا، تمام؟ احيانا الفيجاس ده بيعمل انهبيشن، يعني بيغذي الاتريم، بيعمل له ايه؟ بيعمل ايه القلب؟ بيعمل له انهبيشن، يعني بيقلل ضربات القلب، بيقلل الهارت ريت، تمام؟ طيب دلوقتي الفيجال اسكيب فينومينون ده معناه ايه؟ معناه ان الفيجاس ده هيبدا يقلل الهارت ريت ويعمل انهبيشن رهيب، انهبيشن عنيف جدا، قلبك حرفيا هيقف. هل قلبك هيقف؟ لا، سبحان الله، الفيجاس مش بيغذي الفنتريكل، فيبدا البركنج فايبرز نفسها هي اللي تطلع امبلس بمعدل بطيء طبعا، يعني معدل تقريبا 40 بيت حاجه زي كده، بس المهم انها تطلع امبلس، فتبدا تعمل زي اعاده احياء او تبدا تعيد كهرباء القلب من جديد، تمام؟ بس بكل بساطه، يعني مش اعاده احياء قوي، يعني استغفر الله العظيم، انا قصدي انها يعني بتبدا تعيد نبضات القلب، وتخليه بعد كده يبدا يشتغل تاني، تمام؟ طيب فدي الفكره ببساطه بتاعه الفيجاس اسكيب. فهي بتعمل ايه؟ بتخلي الفنتريكل يجنريت their own impulse. الفنتريكل بيبدا يجنريت الاون امبلس بسبب وجود البريكنشي فايبرز، فتبدا تطلع امبلس وبالتالي تبدا تنقذك. طيب which receptor type is mainly responsible for short term regulation of arterial blood pressure. الشورت تيرم ريجريشن بتاع الارتيريال بلاد بريشر بيعتمد على نوع من الريسبتورز موجود في مكانين، موجود في الاورتيك ارش، الاماكن مهمه عشان تتسال فيها، وحاجه اسمها الكاروتيد ساينس. المكانين دول فيهم مستقبلات بيحسوا بالضغط تتسمى بارو، يعني ضغط، ريسبتور يعني ريسبتور بيحس بالضغط، تمام؟ فاسمه بارو ريسبتور. فالبارو ريسبتورز دول هم المسؤولين عن تنظيم ضغط الدم، هم مسؤولين عن الشورت تيرم ريجوليشن، هي البارو ريسبتورز. ازاي بينظموا ضغط الدم؟ ما بيحسوا بضغط دمك، لو لقوا ان ضغط دمك قل يروحوا مره واحده باعتين لمراكز يعني خاصه بالقلب وكده، في الاجزاء يعني خاصه بالمخ وكده بتنظم ضربات قلبك، تبدا تبعت بعد كده اعصاب تزود ضربات قلبك، فلما تزود ضربات قلبك ترفع الضغط، وهكذا بتعمل فازو كونستريكشن، وليله طويله مالكش دعوه بيها دلوقتي، بس مهم انك تعرف ان هي دي اللي مسؤوله عن الشوت تيرم ريجوليشن، البارو ريسبتورز، وموجوده في مكانين اورتيك ارش وكارتد ساينس. بعد كده البارو ريسبتورز ار مين لوكيتد ان، لسه قايل لك حالا، اورتيك ارش وكارتد ساينس. بعد كده اللونج تيرم ريجوليشن اوف بلاد بريشر بيعتمد على ايه؟ اللونج تيرم بيعتمد على الراس، RAAS بشكل اساسي، اسمه رينين انجيتنسن الدوستيرون سيستم، رينين انجيتنسن الدوستيرون سيستم او راس، RAAS، تمام؟ الراس سيستم ده بيحصل اكتيفيشن ليه بسبب وجود عضو مهم جدا اسمه الكدني او الكليه، تمام؟ فهي بيحصل بسبب وجود الكدنز، لان الكليه بتطلع بقى، بتبدا تحفز حاجه اسمها انجيتنسن والكلام ده، يعني ليله برضه، تمام؟ بس احنا دلوقتي في مراجعه فمش هنجيب التفاصيل كلها. بعد كده a decrease in arterial blood pressure will initially cause ايه؟ لو قلل البلاد بريشر ايه اللي هيحصل؟ هيبدا زي ما قلت لك البارو ريسبتورز هتبدا تتحفز، فلما تتحفز تبدا تبعت بعد كده انها تحفز الجهاز السمساوي، فده هيزود لك السمباثيتك اكتيفيتي، فلما الجهاز السمساوي يشتغل يبدا يزود لك الهارت ريت ويزود لك بقى كونتراكتيليتي عشان يبدا تزود ضربات القلب، وبالتالي يبدا يرفع ضغط الدم. فلو قلل البلاد بريشر، لو قلل ضغط الدم، هبدا احفز الجهاز السمساوي عشان يرفع ضغط الدم مره ثانيه. Which of the following would be likely increase the cardiac output؟ مين اللي هيزود الكاردياك اوتبوت؟ هل الفيجاس هيزود الكاردياك اوتبوت؟ اكيد لا، ده الفيجاس ده بيقلل الكاردياك اوتبوت. هل decrease the venous return؟ لا، ده بالعكس، زياده الفينوس ريتيرن هي اللي هتزود، اما نقص الفينوس ريتيرن هيقلل. increase الهارت ريت، لو زاد الهارت ريت هيزود لك الكاردياك اوتبوت. عرفت ازاي؟ الكاردياك اوتبوت بيساوي الهارت ريت في الستروك فوليوم، فلو قال لك زياده الستروك فوليوم او زياده الهارت ريت دول هيزودوا الكاردياك اوتبوت، فلو زياده الهارت ريت دي صح، ديكريز الستروك فوليوم طبعا لا، فالاجابه تبقى سي. بعد كده سؤال رقم 31، physiological dead space is equal. خلاص احنا كده خلصنا اسئله الكاردياك اللي هي 30 سؤال، هنخش بعد كده على اسئله الريسبيراتوري سيستم. ريسبيراتوري
system